السلام عليكم. لكل اللي بيشوف الفيديو ده دلوقتي، يا ريت تكملوا معايا الفيديو للاخر لان الفيديو فيه تفاصيل مهمه جدا. تابعوا معايا الفيديو. نجوى الزيادي او سيدة نبرو كما يطلق عليها اعلاميا، هي كانت في قرية نبرو بمحافظة الدقهلية. هي مرات الاب اللي تخلص منها زوجها وكمان تخلص من اولاده وتخلص من نفسه بطريقه صعبه جدا. وبعد ما تخلص من اولاده قبل ما يتخلص من نفسه اتصل بوالدته وقال لها الاولاد في الشقه ميتين. فهي اتصدمت وقالت له ازاي انت بتقول كده؟ لا اكيد ما حصلش كده. وبعدها اتخلص من نفسه بطريقه صعبه جدا، وهو انه رمى نفسه قصاد القطر. ايه الاسباب اللي وصلته لكده؟ الله اعلم. لان في حد من قرايبه طلع في فيديو واتكلم وقال ان هو كان راجل محترم جدا وكان كويس جدا وكان كمان حنين على اولاده جدا، وكان جايب لكل واحد فيهم تليفون علشان يطمن عليهم وهو مسافر. طبعا الاولاد والاب توفاهم الله، ولكن الزوجه وهي مرات الاب كانوا بيقولوا انها لسه ما ماتتش، وفي اخبار تانية كانت بتقول انها ماتت. ولكن المفاجأة انها فعلا لسه ما ماتتش، هي كانت في المستشفى بتتلقى العلاج، ومن اسبوع بالظبط بقت صحتها كويسة جدا وهي دلوقتي في شقتها. حكت بالتفصيل للنيابة اللي حصل. بعد ما خرجت من المستشفى وراحت شقتها، هي كانت بتحاول تستوعب ايه اللي حصل. كانت بتنزل بوستات على الفيسبوك وفيديوهات عبارة عن صور ليها ولزوجها والاولاد زوجها، وكمان صور ليها والبنت زوجها، وكمان اغاني حزينه على الفيديوهات دي. لما لقت هجوم من الناس في الكومنتات على الفيديوهات اللي هي بتنزلها وان هي السبب في اللي حصل له، ان هي اللي ضغطت عليه، امبارح طلعت في لايف ليها على صفحتها الشخصيه على الفيسبوك، وطلعت واتكلمت وقالت يعني دلوقتي مشكلتكم معايا ان انا لسه عايشه وما متش، يعني انا لو كنت مت كنتوا هتقولوا الله يرحمها يا عيني وخلاص والدنيا هتبقى حلوه معاكم. انا نفسيتي متدمره، انا بنفس عن نفسي بالفيديوهات اللي انا بنزلها. انا ما كنتش ولا عارفه انام ولا كنت برتاح. لما كانوا قرايبي بيجوا لي زياره كنت بنام في الزياره دي علشان انا كنت ببقى مرعوبه ان انا انام. كنت بحلم كل يوم باحلام وحشه جدا، وكنت بحلم كمان ان زوجي بيموتني كل يوم بطريقه شكل. وهي بتقول كمان انا مش بقول كده علشان استعطفكم ولا عايزاكم تتابعوني، انا عايزاكم تسيبوني في حالي. انا متدمره ونفسيتي تعبانه جدا، وانا على فكره ما طلبتش منه الطلاق ولا حاجه، انا كنت طالبه منه فتره راحه لانه كان بيضغط عليا جامد جدا. هو كان كويس جدا معايا وكان احسن راجل ومعاملته كويسه جدا معايا وكان حنين جدا، بس في اوقات كده ما كانش بيبقى فيها طبيعي، كان بيبرق وكان بيبقى عايز يضربني وعايز يضرب الاولاد. وكمان بتقول انا شخص متزن نفسيا، وكمان انا كنت بقرا كتب كتير وبعرف اتعامل مع الاشخاص. انا كنت لما بلاقيه في الحاله دي كنت بقول له حاضر اللي انت عايزه انا هعمله لك. انا ما طلبتش منه الطلاق خالص، هو اللي طلقني مرتين قبل كده، وطلبت منه الطلاق مره واحده بس لما لقيته بيكلم صاحبتي وقلت له ليه انت بتعمل كده؟ انا واحده جميله ومش ناقصني اي حاجه، وكمان انا بربي لك اولادك. قال لي انا بس كنت عايز اعرف هي عايزه مين. وكمان بتقول انا ما كنتش محتاجه لا راجل في حياتي، ولا كنت محتاجه مصاريف، ولا كنت محتاجه ان انا اتجوز، ولا كنت محتاجه لاي مصاريف. انا جوزي اتجوزني وانا فاتحه المحل بتاعي وكنت شغاله فيه وبصرف على نفسي وعلى اولادي. انا ما كنتش موافقه عليه علشان عيلته مش كويسه لينا. هو كان سلف اختي، يعني اخوه متجوز اختها، وكان جوز اختي بيعامل اختي بطريقه وحشه جدا وموتها بحسرتها من كتر ما كان بيقهرها. هو ما كانش جوازه كويسه ليا، انا اتجوزته بس علشان الاطفال، انا بحب الاطفال جدا. انا عشت معاه سنه و9 شهور، واللي خلاني وافقت عليه انا بحب الاطفال جدا علشان كده اتجوزته. انا بتقول كمان يعني هو انا علشان مرات ابوهم ربنا نزع من قلب الرحمه، انا كنت محتاجه حب الاطفال واحساس الحب الطفولي. وكمان كان بيبعت لي بنته للمحل بتاعي علشان تضغط عليا ان انا اوافق ان انا اتجوزه. وكانت بتقول لي يا امي انتي لو اتجوزتي بابا انا هكون مبسوطه جدا علشان انتي طيبه جدا وحنينه جدا وانا بحبك. كمان بتدعي ربنا انه يبرد قلبها ويصبرها.